مراهق صالح حياة جارته بسبب لعبة كان غير كيلعبها. المصيبة ماشي غير في الجريمة ولكن في الثقة اللي كانت عطاتها ليه. كانت كتعاملو بحال ولدها، كتدخلو لدارها وكتأمن عليه، وهو رد ليها الجميل ديالها بطريقة العقل ما يستوعبهاش. كارثة بدات من تطبيق في التليفون وسالات بأبشع نهاية. تفاصيل خطيرة خاصنا نركزوا فيها مزيان باش نحضيو منها قبل ما توقع علينا ولا شي حد عزيز علينا. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نتمنى تشتركوا في القناه وديروا لايك باش تشجعوني وشي تعليق زوين بحالكم. ما نطولش عليكم، عافاكم متشوقين. القصه بدات نهار السبت 20/7/2025 مع الجوج ديال الليل. وصل واحد الاتصال غريب من واحد السيده سميتها رسميه، ولكن اللي عيط ما كانتش هي، كان راجل وقال ليها جري بالزربه لدار اختك الحاجه رسميه، دار شاعله فيها العافيه. وقبل ما تسولوا على شي تفصيل سد التليفون. الاخت حاولت تتصل بشي واحد قريب منها ولكن الوقت كان متاخر بزاف وما لقات حتى شي واحد. في نفس اللحظه بنت الحاجه الرسميه كانت راجعه من الخدمه، قبل ما تمشي لدارها وتنعس بغات غير تطمن على امها، خصوصا وانها كانت مريضه في هذه الفتره والاطباء شخصوا عندها واحد الورم. الله يحفظنا ويحفظكم. حاجه رسميه كان عمرها 60 عام، عايشه بوحدها من بعد ما مات راجلها. بنتها مزوجه وساكنه بعيد عليها. كانت معروفه في الحي بالاخلاق ديالها، ظريفه بزاف وكتعامل مع الناس مزيان، وحتى الا مشات كيولفوها وكتخلي بلاصتها خاويه في الزنقه. كانوا كيستناوها باش ترجع ليهم فارغ الصبر. ومن شده عزه النفس ديالها ما كانت كتطلب حتى شي حاجه من شي واحد. بزاف ديال الناس كانوا كيظنوها لاباس عليها، حالتها الصحيه كانت ما كتسمحش ليها تقرب للعافيه ولا حتى الطيب. السيده ما بقات كتقدر دير والو. هنا كيجي دور محمد ولد مول العماره اللي عنده 17 عام، كيقرا في الثانوي، وكان هو اللي كيجيب ليه الماكله والطلبيات اللي كتقول ليه، مقابل شويه ديال الفلوس كانت كتعطيهم ليه كشكر. ولكن محمد ما كانش داك الملاك اللي على بالو بالكم، كان عنده طمع في قلبه وباغي غير يربح الفلوس بلا ما يعيا عليهم. واحد النهار سمع على واحد التطبيق ديال المراهنات في التليفون، كيقول لك راه كيربح الفلوس بلا مجهود. حمل داك التطبيق في التليفون ديالو وبدا كيربح في الاول مبالغ قليله ولكن زوينه، هو عاجبه وهذا الشيء خلاه يطمع اكثر. ولكن الحقيقه هذا التطبيق في الاول غير كيكذب، كيعطيك الفلوس باش تولف وفي الاخر كيحيدهم لك، كيخليو بنادم يطيح في الطعم ديالهم وفي الاخر كيخليوه ما يربح حتى حاجه. محمد طمع ودخل الفلوس ديالو كاملين في ديك الصفقه اللي عنده في المراهنه على امل يضاعفوه بزاف، وفي لحظه واحده خسر كل شيء. ومن ثم كتبدا الكارثه. قرر يعوض الخساره ديالو باي طريقه حتى لو كان كيشفر. صراحه كان كيشوفها من عند باه ما كانش كيعيق به حيت كان واحد المقاول وكان ميسور الحال، يعني ما كيدي ما يجي. ولكن واش السرقه كانت غير البدايه ولا الطمع غادي يجرو الجريمه ما تخطرش على البال؟ محمد كان كيسرق من باه ما كانش في الاول كيلاحظ، ولكن واحد النهار لاحظ باللي كاين واحد المبلغ كبير ناقص من فلوسه. سول مرته سول ولادو كاملين حتى واحد ما عارف فين مشاو، بقى غير محمد. منين دخل سولو قال لي محمد بغيت نقول لك ولدي الله يرضي عليك واش هزيتي شي فلوس؟ محمد قال ليه لا ما خديت لك والو. ولكن الاب بحكم انه عارف ولده مزيان شاف في وجهه التردد والخوف، ضغط عليه بزاف. اعترف، قال ليه باللي كيلعب في واحد التطبيق ديال المراهنات وخسر كلشي الفلوس ديالو اللي سرق من باه. في ديك اللحظه الاب تصدم، غضب عليه وعاقبوه عقاب قاصح باش يكون عبره. ومن بعد مشى الاب عند الحاجه الرسميه حيت كان كيحترمها وكيقدرها وقال ليها الحقيقه. كان باغي غير تنصح زعما محمد وتقول ليه الله يرضي عليك ولدي هادشي ما بقاش ديرو، ما بقاش تشفى لباك. حيت عارف بان المعامله ديال الحاجه الرسميه مع ولده يعني واحد العلاقه اللي زوينه وهو كيحشم منها. داكشي علاش قال مشي عندها وهي زعما تنصحو. الحاجه الرسميه نصحات محمد ونصحات حتى الاب حتى هو يقرب من ولده ويحتويه ويسامحه ويبداو صفحه جديده. ولكن محمد ما قدرش يحبس اللعب، الطمع كان غالبه، بقى كيسرق من دارهم وبقى كيغرق في المراهنات والكريديات. حتى نهار جا في بالو واحد الفكره شيطانيه، قال علاش ما نسرقش الحاجه رسميه براسها، مرا كبيره عايشه بوحدها ومريضه وساكنه في الطابق الخامس، وبسبب عزه النفس ديالها كان كيظن بلي عندها الفلوس بزاف. شافها همزه ودجاجه بكمونها. واحد الليله عيطات ليه الحاجه الرسميه باش يجيب ليها شي حوايج من الحانوت. مشى وهو ناوي ينفذ الخطه ديالو وكان داير في جيبو واحد الموس. كان فكر غير يهددها الا شداتو ولا عاقت به باش ما تفضحوش قدام باه وقدام الجيران. طلع للطابق الخامس دق الباب، حلات ليه ورحبات به وطلبت منه يدخل يتعشى معاها. كانت كتشوف فيه بحال حفيدها بحال ولدها، ولكن للاسف هو ما قدرش هذا الشيء. المهم هو رفض يدخل وبقى واقف حدا الباب حتى تمشي تجيب ليه الفلوس. دخلت البيت النعاس ديالها وفجاه لقاتو داخل وراها. قبل ما
تسولو اش كدير في بيتي، ما خلاش ليها الفرصه، هجم عليها مباشره وضربها بداك الموس، طاحت مسكينه في الارض في البلاصه. محمد شد الفلوس اللي كانت في الماريو، مبلغ تقريبا تافه ما يستحقش يدير عليه هاد الجريمه كامله، ومن بعد حس باللي دار كارثه كبيره، قرب حداها وبدا كيتصنت لقلبها، لقاها ما بقاتش كتحرك، سيده ماتت في البلاصه. جرها حتى للصالون بصعوبه، ترست ليها واحد الطلعه وحتى الفخذ ديال رجليها وهي مسكينه ميته. جلس قدامها كيفكر كيفاش يخبي الجريمه، وفجاه جاتو فكره خبيثه، مشى للكوزينه جا واحد القرعه ديال الزيت، رش الارض كامله وحط شي بونجات وحوايج وعمرهم بالزيت، خسر الكاميرا ديال الدار ومن بعد شعل العافيه وخرج بحال الا ما وقع والو. رجعوا لدارهم عادي دقائق قليله، والجيران بداو كيغوتوا العافيه في دار الحاجه رسميه، عيطوا للاب محمد حيت هو مول العماره، اتصل بالوقايه المدنيه، جاو وطفاو الحريق، لقاو الحاجه رسميه محروقه غير من الاطراف، ولكن الطاعنات كانوا باينين. في الاول كلشي ظن انها ماتت بالحريق، ولكن من وصلت للمشرحه تبينات الحقيقه الصادمه. الطب الشرعي كيقول السيده ماتت مقتوله قبل ما تشعل العافيه. المحققين داروا خطوه ذكيه، خلاو الناس يظنوا انها ماتت بالحريق باش القاتل ما يشكش ويهرب، وحيت غالبا المجرم كيرجع لمكان الجريمه باش يتاكد واش باين شي دليل. محمد هو اول واحد بدا كيجي مع باه للبوليس ويسولو على التفاصيل، وفي نفس الوقت يشوف واش عاقو واش لقاو شي دليل. المهم السيد مطور. محمد بقى كيمشي مع باه بحال اي واحد مهتم غير يعرف شنو واقع، ولكن المحقق كان ذكي، من خلال البحث ديالو عرف بلي محمد هو ولد مول العماره، وهو اللي كان كيتردد على ديك الشقه ديال الحاجه الرسميه باش يجيب ليها الطلبات. هذا التفصيل خلى الشك يكبر في بالو. في نفس الوقت بنت الحاجه الرسميه كانت حتى هي عند البوليس، هي اللي قالت لهم في الاول، عيطات لامها ولكن اللي جاوبها ما كانش امها، كان راجل، وهذا الراجل كان هو المحقق، وهو اللي كان طلب منها انها تجي للمركز. البنت كانت متوقعه ان الام ديالها ماتت بسبب الحريق، ما كانتش عارفه الحقيقه المؤلمه. دازت الايام وداروا العزو والناس جاو وهزاو، حتى محمد جا هو وباه واقفين على العزو بحال ما كاين والو، باين كل شيء عادي. محمد كان مطمئن كيشوف الامور هادئه وما كاين حتى شي واحد شاك فيه ولا كاين شي دليل ولا، المهم امور غدا عاديه. ولكن الحقيقه غير، المحقق كان شاك فيه من البدايه ولكن ما بغاش يبين حتى يتاكد. باش يطمنوه اكثر منين سالاو التحقيق معاهم، شكر محمد وباه وطلب منهم يرجعوا لديورهم وتعامل معاهم بحال ما كاين والو. ولكن في الكواليس طلب من واحد المخبر سري يراقب محمد ويتبعو فيما مشى. 3 ايام والمخبر حاضر وكيمشي لواحد البنك، وشافو مشى لواحد البلاصه بعيده فين دفن اداه الجريمه اللي قتل بها الحاجه الرسميه. المخبر عيط مباشره للضابط وبلغو بكل شيء. في البلاصه تم اعتقال محمد، واجهوه بالادله وما قدرش ينكر، واعترف بكل شيء. قال باللي الدافع كان غير يسرق وباغي غير يعوض الفلوس اللي خسرهم في داك التطبيق. قضيه هزت الراي العام وقعت تحديدا في مصر، الصحف والمجلات هضروا عليها بزاف. بات محمد ما كانش قادر يستوعب كيفاش ولده يقدر يدير جريمه بحال هذه، جريمه بشعه غير على قبل الفلوس. عين محامي وكان مستعد يخلص مبالغ كبيره باش يبرئ ولده، ولكن الادله كانت واضحه والقضيه لابسه وما كانش عنده فين يهرب منها. هاد القصه كتبين لنا درس خطير، خاصنا نراقبوا ولادنا ونعرفوا شنو كيديروا في تليفوناتهم. تطبيقات المراهنات والربح بلا تعب غالبا وراها غتكون شي جريمه او النصب او الطمع او دمار، وحتى الا ما وصلاتش الجريمه راه كتعلم الشباب يكونوا باردين الكتاف وباغيين الفلوس بسهوله بلا خدمه بلا ردمه. كتبوا لي رايكم في التعاليق، واش سبق لكم تعرفتوا على شي حد طاح في بحال هاد التطبيقات وضيع حياته على قبل بحال هاد المراهنات؟ ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش توصلكم القصص الجايه. نتمنى تكونوا صنتوا لهاد القصه وتعلمتوا منها شي حاجه تفيدكم في حياتكم. نشوفكم ان شاء الله في قصه جديده. السلام عليكم.